لإبراهيم صلاح ولم يتم الإيفاء أو الوفاء بهذا الوعد، ولم يتم تجهيز مقدم التعاقد، ومن ثم فإبراهيم صلاح بيفكر في الرحيل عن نادي الزمالك. صحة هذا الأمر؟ لا، انا اوضح حاجه، مش موضوع. انا قلت لك قبل كده ان انا مستمر، ولحد دلوقتي بقول انا اتمنى ان انا استمر، وانا باقي لاخر لحظه في عقدي ان انا اكون موجود. لكن ايه اللي حصل؟ لكن وانا كنت موجود في معسكر المنتخب، كان النادي دكتور عبد الله والاداره كلها كلمتني ان احنا ممكن نيجي المعسكر ونمضي واحنا مجهزين كل حاجه ومتفقين. فتقريبا الجهاز الفني بتاع المنتخب ما وافقش، فانا جيت بقى لي 5 ايام من المنتخب، ما فيش حد حتى قال لي الحمد لله على السلامه. ده الوضع. في عروض من أندية أو من دوريات تانية يا إبراهيم؟ الحمد لله، عندي من الكويت وعندي من السعوديه وعندي من في بلجيكا. شوف ان شاء الله على اخر الاسبوع اكون مكرر كل حاجه وربنا يسهل ان شاء الله. قلت لهم من الاول ان انا لاخر لحظه موجود وباقي على نادي الزمالك وعايز اكون موجود، لكن انا مفيش حد بيكلمني، فاكيد الامر يعني مش هروح انا اللي اقول لهم النبي انا عايز امضي، فاكيد يعني. فانا موجود ومستني لاخر لحظه وما عنديش اي مشكله، ده بيتي وانا اتمنى ان انا اكون موجود فيه. لكن لو مفيش حد يقدرني او مفيش حد بيكلمني فاكيد انا ادور على مستقبلي. وحتى برضه هقولها لاخر مره، انا في مصر هنا ما ينفعش العب على في نادي الزمالك، فانا